حكايتنا النهاردة عن مدرسة المشاغبين. تعالوا نشوف الحكاية ايه. مسرحية مدرسة المشاغبين. رغم النجاح الكبير اللي حققته المسرحية، بس في المسرحية عديد من الأزمات ما بين اعتذار وانسحاب، وكانت المشاكل كفيلة ان تقضي على هذا العمل، إلا ان رغم كل ده أصبحت من أهم الأعمال في تاريخ المسرح المصري، خاصة إنها تضم العديد من الأسماء اللي بقوا نجوم شباك: سعيد صالح، عادل إمام، يونس الشلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي، وهادي الجيار. المسرحية كان فيها تغيرات كتيرة. سعيد هو اللي كان هيعمل بهجة الأباصير، وعادل إمام هو اللي هيعمل مرسي الزناتي. الفنان سعيد صالح لما قرأ الورق عجبه دور مرسي الزناتي، ورشح عادل إمام صديقه إن يعمل دور بهجة الأباصيري. نيجي بقى لدور ناظر المدرسة. بدأت المسرحية بمشاركة عبد المنعم مدبولي. عبد المنعم مدبولي عمل دور الناظر في المسرحية، ولكنه اعتذر بسبب خروج عادل إمام وسعيد صالح عن النص والارتجال عشان يروح الدور لحسن مصطفى، وخد لقب ناظر مدرسة الكوميديا. وحسن مصطفى كان بيعمل دور علام الملواني، عمل الدور مكانه الفنان عبدالله فرغلي. تعالوا بقى نشوف أبلة عفت اللي قدمته سهير البابلي. اتعرض الدور على فنانات كتير: نجلاء فتحي، شادية، سميرة أحمد، زيزي البدراوي، لكن الكل اعتذر عن الدور، وفي النهاية جه من نصيب سهير البابلي. وبعد عرض المسرحية اعتذرت سهير البابلي مرتين بسبب ارتجال عادل إمام وسعيد صالح، وجت مكانها ميمي جمال لفترة صغيرة، ورجعت مرة تانية سهير للمسرحية. المسرحية بتحكي قصة مجموعة من الطلاب المشاغبين في أحد المدارس الثانوية بزعامة بهجة الأباصيري ومرسي الزناتي، اللي بيتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة بسبب استهتارهم، وده يخلي ناظر المدرسة يشوف مدرس جديد، وتقوم الإدارة التعليمية بإرسال الآنسة عفت اللي تحاول تشوف طريقة مختلفة في التعامل مع الطلبة المشاغبين، وتتعرض للعديد من المضايقات، وتنجح في النهاية في تغيير سلوكهم للأفضل. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.